مش كل خسارة سببها المنافس، في خسارة انت اللي بتعملها في نفسك. شركة تصنيع محلي كانت بتكبر بهدوء، ظهر منافس جديد اسعاره اقل وشكله شرس، الخوف دخله، بدل ما يثبت كسر السعر فجأة. طيب والنتيجة؟ الهامش اختفى، الجودة اتأثرت، والعملاء ما زادوش. اللي حصل ما كانش دفاع، كان جون في نفسه. الخوف مش استراتيجية، في قرارات كتير بتتاخد عشان نهدي القلق مش عشان نكسب، بتخلي صاحب المشروع يلعب ضد نفسه. القرار الصح بيطلع من ارقام وسيناريوهات مش من الخوف. وده نفس الكلام في الكوره، المدافع لما يكون متوتر ويحاول يطلع الكوره بيجيبها جون في نفسه غصب عنه، مع ان النيه كانت الدفاع، لكن النتيجه خساره. اللاعب الهادي بيعرف يطلع بالكوره مش يشوطها في اي اتجاه. في الاستشارات اكتر قرارات بيندم عليها اصحاب المشاريع هي اللي اتخذت في لحظه خوف. لو حاسس ان قراراتك الفتره دي طالعه من القلق مش من الحساب، مكالمة واحدة ممكن تمنع جون في نفسك تاني. أنا الدكتور أحمد أبو المعاطي، وفي ملعب البيزنس هنعلمك إزاي تلعبها صح.